وكان واحد مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرسى أختها. وكانت هذه هي مريم التي دهنت الرب بالطيب ومسحت قدميه بشعرها، وهي التي كان لعازر المريض أخاها. فأرسلت أختاه إليه قائلتين له: يا رب، ها إن الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس هو مرض الموت، بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرسى ومريم أختها ولعازر. فلما سمع أنه مريض أقام في الموضع الذي كان فيه يومين. وبعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب إلى اليهودية أيضا. فقال له تلاميذه: يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتمضي أيضا إلى هناك. أجاب يسوع: أليس النهار 12 ساعة؟ فمن يمشي في النهار لا يعسر، لأنه ينظر نور هذا العالم. ومن يمشي في الليل يعسر، لأن النور ليس فيه. قال هذا ثم قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأقيمه. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الأيام دي طبعا بنتكلم على أقدس أسبوع في السنة، وعودتنا خدمة سنوي على الشغل الجميل والموضوعات الشيقة، جروب، وطبعا جيش من الخدام الجمال اللي دايما بيفرحونا بأعمالهم الحلوة. ونتكلم النهاردة عن سبت العازر وعن أحد الشعنين. طبعا كلنا عارفين القصة بتاعت العازر وقيامته. هي القصة دي بالذات بتثبت لاهوت السيد المسيح، واتكلم عنها طبعا يوحنا الإنجيلي بالتفصيل، وإزاي حصلت. الحقيقة بتدينا إحنا رجاء إن مفيش مستحيل عند ربنا. يعني لما قالوا له لعازر وكان في الطريق، قال أنا رايح لليهودية وبعدين هحول على بيت عنيا، فقالوا له ده لعازر تعبان. فبيقول كده إن السيد المسيح تباطأ شوية، وعارف طبعا إن هو المرض ده هيقوده إلى الموت. فقال لتلاميذه: لعازر حبيبنا قد نام. فطبعا نقل فكرنا خالص من الموت المرعب بتاع زمان، اللي هو كان الإنسان يقبض عليه إبليس وياخده حتى الأبرار. نقل السيد المسيح إن هو زي ما احنا بنقول ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال. لفت نظرنا السيد المسيح إن خلاص ما عادش للموت سلطان، يعني خلاص المسيح كسر هذا السلطان. فدي فكرة قالها لنا السيد المسيح بنفسه، وقال
قال لهم، هم طبعا ما فهموش، فقال لهم لعازر قد مات. وأنا فرحان ليكم بأن انتوا هتشوفوا ده. السيد المسيح خاطبهم كده، أنا فرحان إن ده هيحصل وهتشوفوه إزاي هيقوم من الأموات. فليه بقى؟ يعني أنا الإله المتجسد كان بيعلن عن لاهوته. أنا مش مجرد بشفي أمراض زي ما انتوا شفتوا، مش مجرد يعني بفتح عين عميان، مش مجرد بخلق عين لواحد أعمى، لا ده أنا كمان أقوم من الموت. هم ما شافوش ده قبل كده، عشان يقوي إيمانهم ويعرفهم إن هو الآتي إلى العالم أو الإله المتجسد. وكانت دي قوة جبارة. يا سيد قد أنتن، ده مرسى ومريم بيقولوا له، ده بقاله 4 أيام، إن أمنتي سترين مجد الله. اتكلم كده. مفيش مستحيل عند ربنا. ممكن ربنا يتأخر زي ما اتأخر ده لعازر العيان، لعازر مريض، وقالوا له كده هو تباطأ. وده ربنا بيعمل معانا كده. شوف قوة إيماننا إزاي. ممكن يتأخر علينا في الطلب، ولكن لما يجي بيعمل بقوة، والقوة دي فوق ما احنا نتخيل أو نتوقع. يعني مش مجرد شفاء، ده إقامة من الموت بعد التعفن. والتعفن ده بيرمز. ربنا يحافظ عليكم جميعا. أيام جميلة، معاني جميلة، خدمتنا جميلة، خدمة ثانوي دايما بتفرحكم كل سنة. ولله المجد الدائم إلى الأبد. آمين.